ورمضان بيزكي الأنفس، بمعنى أن هو بيطهرها. والإنسان يحتاج إلى أن هو يزكي نفسه، والتزكية على وجهين: إما أن يزكيها بالحق، وإما أن يزكيها بالباطل. اللي بيزكيها بالباطل عشان ينفيه من البداية، اللي هو بيمدح في نفسه ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويفتخر، دي تزكية مرفوضة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهذا النوع من التزكية مرفوض، اللي هو بيفتخر وبيقول أنا وأنا وأنا وأنا. دي قولة إبليس: أنا خير منه. التزكية الصالحة إن الإنسان بيتطهر من كثير من المشاكل والذنوب التي تحول بينه وبين أن يرتقي إنسانية، وأن يكون إنسان يسعى إلى الرقي والكمال. اللي يقول فيها ربنا إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف التعبير: أفلح من زكاها وخاب من دساها. أفلح من زكاها يعني طهرها ونقاها ونماها، ده اللي احنا بنتكلم عنه. وقد خاب من دساها يعني فشل وانحدار وحالة من السوء كبيرة جدا، اللي هو أهمل نفسه فلم يزكيها، لم يطهرها، لم ينقيها، تركها كده زي ما بنقول كده بعملها، ما حاولش ان هو ينظفها. بيتطهر من الذنوب الظاهرة زي الكذب، الغيبة، النميمة، الواقعة بين الناس، الأشياء اللي هي بتظهر في سلوك الإنسان وتفسد عليه دينه ودنياه. بيجي في داخل النفس بقى في مشاكل كبيرة جدا، وهي دي اللي ممكن تأثر على السلوك برضه وتأثير سيء جدا، زي الحقد، زي الحسد، زي الكبر، زي العجب، زي الرياء، زي الجبن، زي البخل، زي ارتياد الفواحش. كل ده من الأشياء اللي هي ممكن إن هي تفسد حياة الإنسان وتودي به وتصل به في النهاية إلى عقاب الله عز وجل، بالإضافة إن هي بتفسد حياته في الدنيا. لو خدنا حاجة من ديت مثلا، ولتكن مسألة الحقد، والحقد بيقترن بالحسد قرينان، هنجد إن الحقد بيتولد عن شعور زي ما بنقول كده، شعور بالنقص، ناتج عن شعور بالنقص. يعني بيشوف أخوه أو صديقه أو زميله أو كذا كويس، تقوم الغيرة تأكل قلبه، يقوم يحقد عليه، وهذا يؤدي في النهاية إلى الحسد. لأن الحسد عبارة عن إيه؟ عن تمني زوال نعمة الغير، لأنه مش عايزه يبقى أحسن منه، يقوم يتمنى زوال نعمته. فلما يتمنى زوال نعمته أفسد قلبه. القلب هنا بيفسد، والقلب هنا بيبقى مشتغل بهذا الغل وهذا الحقد اللي هو بيأكل الإيمان في قلبه، لأن الحسد بيأكل الإيمان في القلب ولا يفسح له السبيل إن هو ينمو ويترعرع في القلب. فمن هنا كان الحسد من الكبائر، الحسد من الكبائر. فمطلوب من الإنسان إن هو يتعهد نفسه وإن هو يتخلص من الحقد أولا حتى يتخلص من الحسد. وأحيانا بيكون الحقد ناتج عن إن هو يعني حد تعرض له بإساءة، فهو يبتدي إن هو عايز ينتقم منه ويشتغل بالانتقام، ولما يشتغل بالانتقام برضه هيؤدي في النهاية إلى النتيجة السيئة اللي احنا اتكلمنا عنها دي. وعلاجه في هذه الحالة
ان هو مش قادر ياخد حقه. لو قادر ياخد حقه له الحق ان ياخد حقه في الحدود اللي هو لا يتجاوز فيها الى ان هو ينقلب الى معتدل. ممكن ياخذ حقه في الحدود الايه؟ في حدود ما اسيء له. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فجائز له. لكن الافضل من كده وليعفوا وليصفح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اذا وصل الى حد ان هو يسامح هذا الانسان، وربما اشتبك معاه في اثناء الكلام اللي اسيء له فيه، ان هو رد برضه قال وحاجات زي كده، فما ينساش ان هو يحمل نفسه نصيب من الاسلام في احداث هذه الاهانه مثلا. فحينما يتهم نفسه ويقول طب انا قلت وانا عدت وكذا وكذا وكذا، دي بتخفف من عبء الايه؟ من عبء المساله، وتساعد على ان الانسان يسامح. فاذا سامح وعفى وصفح، زي ما يكون صفحه كده وقلبها وبدأ صفحة جديدة، يبقى هنا في هذه الحالة ايه؟ بينجح في ان هو يخلص نفسه من آفة خطيرة جدا، وهي آفة الحقد. لأن الحقد أشبه بجمرة متقدة في القلب، وبتاكل هنا قلب الإنسان، وبتاكل إيمانه، وبتؤدي إلى الحسد، والحسد يؤدي للكبر. يعني إبليس دفعه حسده لآدم إن هو تكبر عليه وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكانت النتيجة إيه؟ إن هو باء بغضب الله ولعنته وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. نتيجة إن هو إيه؟ استسلم لإيه؟ للحقد، واستسلم للحسد، واستسلم للكبر، فما قدرش يسجد. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. دي كانت الإيه؟ النتيجة اللي أودت بإبليس وجعلته مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان منا يجب أن يتعهد نفسه بمسألة تطهير نفسه من الحقد ومن الحسد. أولا بالنسبة لو إن هو شاف جاره أو صديقه أو أحد من معارفه عنده من متاع الدنيا شيء لم يؤتاه، لازم يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. مسألة الرضا هنا مهمة جدا. وممكن يكون عندك أنت يلي بتحسده، ممكن يكون عندك أنت ما هو خير منه، ولو نظر إلى ما عندك يمكن يقول لك خد المال واديني إيه؟ واديني اللي عندك. في نعم يعني بتبقى غير ظاهرة. طيب احنا مثلا على سبيل المثال قلت أدي لحضرتك حاجة. احنا في أثناء فترة كورونا تباعدنا عن بعضنا، مش كده؟ تباعدنا عن بعضنا وبقينا حتى ما بنسلمش على بعضنا، مش كده؟ وحرمنا من ان احنا نلتقي ببعضنا او نجتمع ببعضنا. طب النعمه دي كانت قبل كده مدركه؟ نعمه ان احنا نبقى مع بعض ونتقابل مع بعض ونسلم على بعض والكلام ده كله، اهي دي نعمه. كانت هذه النعمه كامنه ما احناش شايفينها، احنا ما عرفناهاش الا لما جت كورونا، وبقى كل واحد منا يقول ايه؟ لا مساس. بقى عامل زي السامري يقول ايه؟ يقول لا مش عايز لا يقابله ولا يسلم عليه ولا اي حاجه، خشيه ان يصاب بالايه؟ ان يصاب بالكورونا. فالشاهد ان انت لما يكون عندك نعمه معينه او شايف عند الاخر نعمه معينه، انت ممكن تتمنى مثلها، ده ما فيش حاجه، ده اسمه الغبطه. يعني تغبطه على هذا وتتمنى ان ربنا يديك زي كده، ماشي. لكن ان انت تتمنى زوال نعمته وتحقد عليه نتيجه ان هو عنده كذا وكذا، عنده مال كذا وعنده كذا، ما يمكن ربنا مديك نعمه انت ما انت شايفها. اداك مثلا نجابه الاولاد عندك، الاولاد عندك مثلا نجباء في الدراسه، حلوين، واخدين درجات حلوه، متفوقين. طب ما هي دي نعمه، وممكن هم واولاده ممكن يكونوا على قدهم. خدت بالك؟
فشاهد ان ربنا بيديك نعم كتيره جدا، انت لو رضيت بيها ورضيت عن الله ورضيت بالله، انت نفسك بتبقى في هذه الحاله نفس صالحه. نعمه الرضا هي اعظم نعمه في الوجود. هي يعني مصطلح العارفين زي ما قال ابن القيم، وجنه الدنيا الرضا. فانت اذا رضيت بما قسم الله لك وبما اعطاك، دي هتمنعك ان انت تبقى تبقى حسود. ولما تطهر قلبك من الحسد هتلاقي نفسيتك جميله جدا، وهتلاقي نفسك ما بتكرهش النعمه لاخيك ابدا. عايز نعمه زي اسال ربنا ان يديك. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون عايز اسال ربنا يديك، وهو هيديك اللي اذا كان يصلحك هذا. وطبعا الامر هو حكمته هو اللي يقدر هذه المساله، لكن في النهايه ما تحسدش. فالحسد عباره عن عائله خطيره جدا، عباره عن آفة خطيره، وللاسف انها متفشيه في المجتمعات بشكل كبير جدا، وبتفسد حياه الناس، وبتوقع العداوه والبغضاء بينهم، وبتفسد نفسيتهم، وبتخلي الانسان الذي يرى نعمه الغير نقمه عليه يعني في حاله من المعيشه الضنك. لأنه هنا خاصم نعمة الله تبارك وتعالى، وربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.